بس هتخلص على طول. ودي اهي اهي تمام. اطفي بقى النور كده، اطفي خالص. استني يا رؤي، اوي اوي، هاتي كمان شمعة، هاتي كمان شمعة، هاتي كمان شمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زي ما عودتكم دايما رشا الغفير من قناتي وصفحتي جربوها مع بنت الغفير. زي ما شفتوا كده في الكواليس بتاعتي أنا ورؤية، عملنا أباجورة من اليوستفندي، أو عملنا قنديل باستخدام قشر اليوستفندي. كان والدي الله يرحمه كان بيعملها لنا واحنا عيال صغيرين، وكان بيفرحنا بيها قوي، فحبيت ان انا اقدمها لكم. بس قبل ما اقول لكم الطريقه اللي فعلا سهله جدا واتحداكم تقوموا تعملوها، يا ريت لو اول مره بتشوفوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، كمان تسيبوا كومنت تقولوا لي فيه رايكم، وندخل على طول على الوصفه، او على طريقه، مش وصفه بقى، هقول على طريقه عمل قشر الاستفندي مصباح. الطريقه سهله قوي 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 قوي، كمان تقدروا تنفذوها مع اولادكم وتفرحوهم قوي. عادة ولادي لما بجيب اليوستفندي لازم اعملها لهم. هنستخدم معانا يوستفندي بس يكون منفوش ويكون بلدي يا جماعة، مش اللي هو بيقولوا عليه صيني ده. يكون بلدي علشان انا مش عايزاه ليه بوز من فوق، علشان احنا هنقشر اليوستفندي بالمقلوب. وازاي هتعرفوا بالمقلوب؟ لما نيجي نقشره، علشان اقول لكم ايه الفكرة من الهدف، او ايه الهدف من اننا نقشره بالمقلوب. تمام. هنستخدم مع القشر اليوسفي ده علشان نعمله مصابيح او نعمله اناديل او اباجوره زيت او شمع. تمام. يا ده يا ده. هنقشرها زي ما شفتوا كده بالمقلوب، بالسكينه كده هنقشر بس القشره داير ما يدور كده، وبعدين بمعلقه كده صغيره، معلقه شاي، بظهر معلقه شاي هبتدي بقى اسحب الفصوص دي بشويش كده، علشان انا عايزه حاجه كده هتظهر في اخر القشر. عايزه اقول لكم دي دورها ايه وانا ليه بقشر اليوستفندي بالشكل ده. الحاجات دي يا جماعة كان زمان أهالينا في الأربعينات والخمسينات ما عندهمش ألعاب وكده، فكانوا بيعملوا هم ألعابهم من البيئة اللي محيطة بيهم. يعني والدي الله يرحمه كان في البلد بتاعتنا جناين يوستفندي وبرتقان، فطبيعي الألعاب اللي بيعملوها هتبقى من الطبيعة اللي حواليهم أو من البيئة المحيطة بيهم. فكانوا بيعملوا بقشر اليوستفندي اللعبة دي أو الحاجة دي، كانوا بيسلوا بيها وقتهم في الشتاء. شايفين ده اللي أنا بقشر اليوستفندي من الظهر علشان أوصله، ده فتيل بنعمله علشان خاطر ده اللي هيولع الأباجورة ويخليها منورة بالشكل اللي شفتوه في أول الفيديو. تمام. هنقشر باقي اليوستفندي، هوريكم الطريقة تاني علشان زي ما اتفقنا وزي ما كل مرة بأكد في الإعادة إفادة. هنقشرها بشويش كده وهنحاول نسحب الفصوص علشان خاطر أنا عايزة أحتفظ بالفتيل اللي تحت في قاعدة اليوسفي، علشان ده اللي هيساعد على اشتعال اليوستفندية ويبقى تقعد فترة طويلة كمان يعني. الله يرحمه والدي كان بيعمل لنا العاب كتير قوي. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي فاكراها له الله يرحمه، فحبيت ان انا اوريها لكم لانها والله حلوه قوي يا جماعه. ومش الاجانب بس على فكره، عشان الناس اللي بتهاجمني بتقول انت بتاخدي الحاجات من صفحات اجنبيه. مش الاجانب بس اللي بيبتكروا وبيخترعوا. الحاجه ام الاختراع، والناس دي زمان كانت بيئتهم بسيطه قوي، وكانوا بيحاولوا يسعدوا نفسهم باقل الامكانيات وباقل الحاجات الموجوده. تمام. والفكرة دي أو الوصفة دي احنا بنعملها، أو الطريقة دي بنعملها من أكتر من 25 سنة أو من 30 سنة كمان، من وأنا صغيرة والدي كان بيعملها لنا الله يرحمه. أهو يا جماعة الفتيل اللي أنا عايزاه، أو اللي أنا قشرت اليوستفندية بالمقلوب مخصوص علشان أوصل. هقشر تاني الباقي علشان تشوفوا الطريقة. أهو زي ما انتم شايفين، أهو الطريقة بحاول بشويش كده بالمعلقة، بظهر المعلقة أطلع الفصوص بشويش. دي كانت بنت حلال وطلعت كده بحالها من غير ما تغلبني. اهي زي ما انتم شايفين كده. هقشر اخر واحده بقى ونطبق مع بعض الطريقه. اهو زي ما انتم شايفين بشويش خالص بحاول اسحبها. بالمناسبه في واحده طلعت من غير فتيل، ودي برضو هنلاقي طريقه يعني نشعلها بيها. ما تخافوش، انا عامله طريقتين علشان نستخدمها للناس اللي عايزه تستخدم الزيت والناس اللي عايزه تستخدم الشمع. احنا هنا خلصنا خلاص الخمس اليوستفنديات اللي عندي. هجيب بقى زيت اكل، اي زيت اكل عندك،
زيت باقي مثلا من قلية بطاطس، زيت عندك مثلا غامق اللي هو بتقلبيه، ممكن تحطي كمان شويه زيت عطري يعمل ريحه حلوه قوي في المكان زي ما انت عايزه. الزيت ده بقى دوره ان الفتيل اللي احنا سبناه تحت اللي انا ما قطعتهوش ده، دي انا مش هحط فيها زيت وهقول لكم هنولعها ازاي. الفتيل ده دوره ان انا لما اجي اولعه هيبتدي يولع، وبعد كده يبتدي يسحب من الزيت اللي موجود في اليوستفندية ويفضل مولع كاننا عاملين قنديل صغير بالظبط، بيقوم بنفس دور الفتيل اللي كان بيبقى موجود في الاناديل والمصابيح بتاعت زمان. تمام. هولعها دلوقتي وهوريكم الفكرة. هو الأفضل يكون في ولاعة، بس أنا للأسف ما كانش عندي ولاعة، فهستخدم عود الكبريت. أي نعم لسعني أكتر من مرة بس مش مشكلة، كنت عايزة أوريكم الفكرة علشان تعملوها، ده وقت مناسب جدا لتنفيذها. تقدروا كمان تعملوها في البرتقانية، بس البرتقانية تقشيرها صعب شوية، اليوستفندي أسهل. زي ما انتم شفتوا كده ما ولعتش معايا، بتاخد وقت لأن لسه الفتيل طري فبياخد وقت شوية على بال ما يولع. هوريكم الطريقة أهي، أهو زي ما انتم شايفين ابتدى يلقط نار أهو. هنحاول بقى نولع الزيت، ابتدى يسحب من الزيت اهو يا جماعه. هحاول بقى اولع اللي جنبه علشان تشوفوا الطريقه برضو وتشوفوا ازاي الفتيل ده بيسحب من الزيت اهو زي ما انتم شايفين. هفضل وراه لحد ما يلقط لان هو لسه طري، فاكيد وفي نسبه رطوبه، فاكيد مش هيلقط على طول من النار. اهو ولع الحمد لله، الزيت ساعده ان هو يلقط على طول من النار. هولع الاربعه وهرجع اقول لكم هنا ولعت الاربع اليوستفنديات. هبتدي بقى اللي هي ما كانش فيها فتيل دي هقول لكم هولعها ازاي، اللي هي كانت ملهاش فتيل. هنجيب حته من الشمعه الصغيره كده نقسمها بالسكينه ونسحب الفتله اللي فيها. انا ولعتها علشان اتاكد ان الفتله هتلقط اول ما احطها في قلب اليوستفندية. هنقط شويه زيت كده في قعر شويه زيت شويه شمعه علشان اثبت الشمعه تحت عشان تثبت لو حركتها ما تقعش مني او حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده هثبت بقى الشمعة وابتدي بقى اولعها. هتقوم بنفس الدور. لو انتم مش عايزين مثلا تقشروها، تقدروا في الحالة دي بقى تقشروها بالمعدول، مش لازم تقشروها من القاعدة بتاعتها، تقشروها فوق من الجزء اللي فوق. تمام. تقدروا كمان تحطوا شوية زيت معاها بحيث لما الشمعة تخلص تفضل الفتلة بتاعة الشمع تسحب من الزيت وتفضل مولعة. دي الفتيل بتاعها اتحرق للأسف، ما كانش طويل كفاية، فهنحط فيها حتة شمعة صغيرة. اهو زي ما انتم شايفين كده هولعها اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزه اوريكم بقى شكلهم لما نطفي النور بيبقى شكلهم حلو قوي للناس اللي بتحب الجو الشاعري. اهو زي ما انتم شايفين كده الفتيل ساحب من الزيت اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهو زي ما انتم شايفين هنطفي بقى النور وتشوفوا جمال الاباجورات او الاناديل الحلوه دي هتبقى عامله ازاي. اهو زي ما انتم شايفين كده شكلهم حلو قوي، ده يمكن كمان الكاميرا مش موضحه جمالهم، شكلهم احلى من كده بكتير. تقدروا الناس اللي بتحب تعمل عشاء رومانسي او تحب تعمل لفته شعريه كده حلوه قوي. هنولع بقى الشمعه الاخيره اللي هي الخامسه. الفتيل بتاعها للاسف برضو اتحرق برضو بدري، فهنحط شويه شمع. والدي كان بيجيب عود كبريت ويثبته، بس انا للاسف ما عرفتش اعملها زيه الله يرحمه، وكان ذكي كان بيعرف يتعامل مع الحاجات دي احسن مني، فما عرفتش. فانا استسهلت ورحت حاطه الشمعه الخامسه في اليوستفندية الخامسه علشان يبقى عندي 5 اباجورات حلوين على عددنا انا وولادي وجوزي. تمام. هنولع الشمعة وهنطفي النور وهنشوف شكلهم بقى عامل ازاي بعد ما ولعنا 5 اباجورات حلوين قوي. ما كلفوناش حاجة، تقريبا شمعة واحدة وشوية زيت بيفضلوا مولعين معانا فترة طويلة جدا. وزي ما قلت لكم تقدروا تحطوا شوية زيت مع الشمع علشان خاطر الشمع يفضل مطول اطول من كده، يعني لما الشمعة تخلص تبتدي الفتلة اللي في الشمعة تسحب من الزيت الموجود في قلب اليوسفندية. اهو زي ما انتم شايفين فكرة حلوة قوي، بسيطة اقتصادية جدا مش مكلفة، هتفرحوا بيها اولادكم وكمان هم يساعدوكم. انا ورا الكاميرا كانوا ولادي واقفين بيساعدوني، رؤية ماسكه لي الشمع، محمد ماسك لي السكينة، طبعا محمد كبير فعشان كده ماسك لي السكينة. هم كانوا فرحانين وانا بعملها، هم اللي عاملين يتحايلوا عليا علشان اعملها واصورها. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ويا ريت لو طبقتوها تبعتوا لي الصور علشان اشوف ابداعاتكم. وقبل ما امشي اتمنى يا رب كل فكره تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم،
وقبل ما امشي لازم اقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.